رئيس الوزراء الإثيوبي مالا زيناوي يقول إن مصر تدعم جماعات متمردة لزعزعة أمن بلاده، وإن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه نهر النيل. الصراعية المصرية، وكما يجمع فإنه يفرق، فغير خاف أن صراعا يدور منذ سنوات عنوانه الأبرز إعادة تقسيم مياه النيل بين دول حوضه التسع، لكن الصراع وقد خرج إلى العلن لم يصل يوما حافة الحرب أو التهديد العلني بها، إلى أن خرج رئيس الوزراء الإثيوبي مالا زيناوي ليضع فكرة الحرب نفسها تهديدا أو تلميحا على الطاولة. فالقاهرة كما قال لا تستطيع الانتصار في أي حرب مع بلاده حول مياه النيل، مشددا في الوقت نفسه على استبعاد الصراع وتفضيله خيار المحادثات. الصراع ليس خيارا مطروحا لأي طرف، فهو ليس خيارا للمصريين ولا لدول المنبع، ولذا فإن المطروح كما أعتقد هو المحادثات، ومهما طالت يجب أن نستمر فيها، وعلى المصريين أن يقرروا إذا كانوا يريدون العيش في القرن 21 أم في القرن 19. تصريحات زيناوي استقبلت باستغراب مصري، فالقاهرة لا تسعى للحرب كما قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وزاد عليه الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي بالتأكيد على أن بلاده لا تعتبر الحرب خيارها من أجل مياه النيل، والقول بأنها تتبع نهج الحوار والتعاون بشأن قضية المياه وتتمسك بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في هذا الصدد. نقلا عن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية الأسبق بيقول فيها: الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي أثيوبيا، نحن مستمرون في التفاوض معهم وبالوسائل الدبلوماسية، ده سنة 2010، وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكري مع السودان، لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد والعودة في نفس اليوم، أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد. وتذكروا ما فعلته مصر في أواخر السبعينيات، أعتقد أن ذلك كان في سنة 76، وقتها كانت أثيوبيا تحاول بناء سد كبير، فقمنا بتفجير المعدات وهي في عرض البحر في طريقها إلى أثيوبيا. إحنا قدام رئيس مخابرات مصحصح سنة 76، وقدام قرار حكيم في سنة 2010 بيقول إنه لو بني سد في 2010 إحنا هنضرب، وإحنا بننسق مع السودان. الوقتي ممكن في وثيقة بقى تطلع تقول لنا ان في حد في هذا التوقيت في 2013 ولا حتى في 2012 بيقول انه لو اثيوبيا بنت سد النهضه ممكن نقدم على هذه الخطوه. هذا هو السؤال اللي احنا بنقوله في اطار قراءه هذه السيناريوهات. حصل الحقيقه انه عندما فكر ميلس زناوي رئيس الوزراء اثيوبيا السابق في بناء السد، جاء إلى مصر وجلس مع حسني مبارك وقال له يا فندم احنا عايزين نعمل هذا السد. فحسني مبارك قال ان هذا السد لا يمكن انه يتعمل، لان هذا السد يهدد الامن القومي المصري ويصيب مصر بالعطش، ويهدد حجم المياه اللي بتوصل لنا عبر الاتفاقيات المتفق عليها من ايام الاستعمار البريطاني في افريقيا. وكان عمر سليمان موجود، فقال له يا عمر ماذا يمكن أن يحدث لو أن هذا السد قد بدأ في البناء؟ قال له أمر سيادتك يا فندم. كان الأمر لمبارك قدام ميلس زناوي شخصيا، قال له عليك أن تفجر السد. قال له أمر سيادتك نافذ يا فندم. صحيح أن ميلس زناوي زعل وحس بأنه يعني في موقف محرج جدا، ولكنه في الحقيقة أخذ التهديد بصورة جدية، وتعطل سد النهضة سنوات طويلة إلى أن تغير النظام في مصر. شيء غريب جدا أنه النظام الذي وصف بأنه يعادي الأفارقة زي نظام حسني مبارك هو النظام اللي قدر يمنع هذا السد بالقوة. بجانب حاجة مهمة تانية في الحقيقة، أنه أحمد أبو الغيط وهو وزير خارجية قدر يمنع الدول المانحة للقروض والمنفذة للسد من أنها تقوم بهذا العمل، وقدر أيضا أن يمنع البنك الدولي من أنه يقوم أيضا بمثل هذا العمل بتمويل مثل هذه السدود.